عارفه الاحساس اللي بيجيلك فجاه لما تشوفي مثلا حد كده على السوشيال ميديا وتبداي تقولي يا بختها، انا ليه مش كده؟ انا حاسه ان انا متاخره جدا عن الناس، انا عمري ما هبقى زي فلانه. لو الكلام ده انت مألوف عليكي وانت بتقوليه كتير، الفيديو ده يفتح عينك على مشكله خطيره جدا اوقات كتير احنا ما بناخدش بالنا منها، بتقلل من نفسك ومن ثقتك بنفسك بشكل كبير قوي. ولو انت اول مره تشوفيني، معاكي نهله عبد الباقي، اخصائيه العلاج النفسي، حابه اقول لك ان الفيديو ده هو سلسله من دروس مجانيه خاصه بكورس ارفع من ثقتك بنفسك وتوحيدك بذاتك واستحقاقك. كورس كل غرضه ان هو يعلمك ان انت ازاي فعلا تكون ثقتك بنفسك اكبر واحسن، استحقاقيتك بنفسك وتوحيدك لذاتك اعلى. كل التقنيات او كل الاساليب اللي بنستخدمها في الكورس دوت هتلاقيها من الحاجات اللي احنا بنستخدمها مع العيانين جوه الجلسات. كورس هتلاقيه كل التقنيات كلها من مهارات العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الجدلي السلوكي والعلاج بالتقبل والالتزام. كورس بنشترك فيه مره واحده بس وبيبقى معاكي مدى الحياه، تقدري ان انت تشتركي فيه وتلاقي كل التفاصيل موجوده في الديسكريبشن اللي موجود تحت. في الفيديو ده احنا هنتعلم ازاي ان احنا نقارن نفسنا بشكل صحي، ونتعلم شويه خطوات كده انها تساعدنا للتصالح مع النفس. فلو انت حاسه ان انت بتقعدي دايما تقارني نفسك بغيرك، الفيديو ده مخصوص علشانك. ليه بنقارن نفسنا بغيرنا؟ لاننا بشر، طبيعي هنقارن نفسنا بغيرنا، لاننا عايزين نبقى عيش احسن وعايزين نبقى احسن. لاننا دلوقتي عايشين في عالم بيخبي الرحله، باين لك بس ويعرض لك النتيجه النهائيه. يعني مثلا حد مر بصعوبات كتير في حياته وعمل انجازات كتير و يقول لك انا اخدت الشهاده الفلانيه، تبصي على الشهاده ما تبصيش ايه اللي حصل ما وراء الشهاده، فتبداي تقولي لنفسك هو ازاي عمل كل الحاجات دي كلها وانا لا، وتنسي تماما ان ورا الموضوع ده كان رحله طويله من الاجتهاد ومن التعب اللي كانت نتيجتها الشهادة اللي انت شفتيها. فمش بنشوف التعب ولا المحاولات ولا الحاجات الكتير اللي حصلت وبص بس على النتيجة النهائية وبس، ما باخدش بالي ان في تمن اتدفع قصاد الكلام ده كله، وببقى عايزه اوصل بس للنتيجة النهائية. فلما بعمل حاجة شبه الحاجة اللي انا شفت النتيجة النهائية بتاعتها، الاقي المشوار مش سهل، والاقي الموضوع صعب، ولا ان في حاجات كتير قوي ان المفروض ان انا اعملها وانا ما كنتش متخيله ان الموضوع بالصعوبه دي. ايه اللي هيحصل لو انا ابتديت اقارن نفسي بغيري بشكل سلبي؟ اول حاجه احس ان انا بقلل من نفسي، واحس ان انا بشكك من قدراتي، دايما حاسه ان انا قليله، دايما حاسه ان انا مستاهلش، دايما حاسه ان انا اعمل مهما اعمل فانا مش كفايه. لما بقارن نفسي بغيري بشكل سلبي انا بفقد الحماس، انا بتجمد في مكاني. الامور دي كلها ممكن توصلني ان انا اوصل لاكتئاب او قلق من كتر المقارنات السلبيه الشديده جدا، وده بيخليني ان انا افقد علاقتي بنفسي وافقد ثقتي بنفسي، لان انا مش ببقى قادره احدد امكانياتي الصح اللي تخليني ان انا اقدر اشوف ان كنت اقدر اعمل الحاجه دي ولا لا. فانا بدخل نفسي في مقارنات مستمره من غير ما احدد امكانياتي. ده بقى يخليني ان انا اسال نفسي سؤال: هل في حاجه اسمها مقارنات صحيه؟ ايوه، في مقارنات صحيه. المقارنات الصحيه دي هتساعدني ان انا يكون عندي الهام مش احباط. بدل ما اسال نفسي اقول هو انا ليه مش زي فلانه، لا، هبدا اسال نفسي بشكل تاني اقول ايه اللي انا هقدر اتعلمه من فلانه. بدل ما اقول لنفسي هو انا ليه ما عملتش زيها، لا، هبدا ان انا اقول لنفسي انا فين في رحلتي اللي انا فيها دلوقتي، ايه هي امكانياتي دلوقتي، ازاي استغل الغيره اللي عندي دي ان انا اشتغل على نفسي مش هدمر نفسي، واشوف هل الحاجات اللي انا هقدر اشتغل على نفسي فيها دي فعلا هتكون مناسبه معايا ولا لا. ما ممكن الحاجه اللي انا عايزه اشتغل عليها ما تبقاش مناسبه معايا، مش مناسبه معايا مثلا ماديا، مش مناسبه معايا مثلا من حيث قدراتي، مش مناسبه. مش لازم كل حاجه الناس بتعملها انا اعملها، مش لازم خالص والله. فالمقارنات الصحيه دي تخليني ان انا اتحفز واتعلم وابدا ان انا اشوف طرق جديده، وابدا اشوف ان الحاجه دي فعلا هتناسبني ولا لا. ولو ما ناسبتنيش دي مش نهايه الكون ولا نهايه الدنيا، عادي جدا. فمن غير ما ادمر نفسي انا بعلم من نفسي فكره الغيره البناءه، الغيره اللي بتساعد على المنافسه، ماشي، مش الغيره الهدامه طول الوقت بقارن نفسي بغيري وبس، ما بعملش حاجه تانية غير كده. ازاي بقى اتصالح مع نفسي واقلل من الغيره الهدامه دي، واقلل من ان انا كل شويه اقارن نفسي بغيري، واوصل للمرحله اللي تساعدني ان انا اخش في منافسه كويس. اول حاجه اكون مؤمنه واعرف كويس قوي ان كل واحد ليه رحلته. لو حد بدأ قبليه بسنين حاجة، شغلانة، علاقات، ايا كان، انا ما اقعدش اقارن نفسي بيه. انا اصلا ضد مبدأ المقارنة، ان انا اقعد اقارن نفسي بغيري، ده انا ما بحبش مبدأ زي ده على المستوى الشخصي. لان كل واحد ليه ظروفه، كل واحد ليه تجربته، كل واحد ليه افكاره، كل واحد ليه معتقداته، كل واحد ليه الطريقه اللي هو اتربى بيها مختلفه عن التانية. فانا ليه اقعد اقارن نفسي كل شويه باللي حواليا؟ مش هستفيد اي حاجه لما اقعد اقارن نفسي بغيري. كل واحد عنده ظروف مختلفه عني، مش منطقي ان انا اقول ان انا لازم ابقى زي فلانه او لازم ابقى زي فلان، مش منطقي نهائي. انت ليكي طريق، فلانه دي ليها طريق، انت ليكي خطوات وفلانه دي ليها خطوات، انت ليكي توقيت مختلف وهي ليها توقيت مختلف، كل واحد ليه التوقيت بتاعه اللي هينجح وهيوصل فيه. تاني حاجه عايزاكي تفلتري السوشيال ميديا. اي انفلونسر،
او اي حد، مش شرط يكون حد وحش يعني، بس اي حد هيحسسك ان انت اقل اعمله انفولو. اه والله، اي حد هيحسسك بانعدام القيمه، هيحسسك ان انت مش كفايه، اعمله انفولو. اي حد هتحس ان هو بالنسبه لك بيستعرض، اعمله انفولو. بس الموضوع بمنتهى البساطه. تملي السوشيال ميديا عندك بناس ملهمه، ناس تساعدك، ناس تكبرك، ناس تخليكي تحسي ان انت فعلا يعني قادره تنجحي حتى بالامكانيات المتاحه اللي معاكي. عايزاكي تعملي التمرين ده، التمرين كده يحسسك ان انت مختلفه، فريده من نوعك، ما حصلتيش يعني. عايزاكي تكتبي 3 صفات حلوه موجوده عندك. هتكتبي 3 صفات حاسه ان هي مش موجوده غير عندك انت بس، يعني عندك انت بس في وسط الناس اللي حواليكي يعني، وبيدعموكي فيها يعني بمعنى اصح. ممكن تكتبي بقى حاجه ليها علاقه بتجاربك، حاجه ليها علاقه بوجهه نظرك، حاجات بتحبيها في شكلك، في شخصيتك. التمرين ده هيفكرك دايما ان انت حد كده مفيش زيك يعني بمعنى صح، مفيش نسخ تانية متكررة منك يعني، وان انت اصل، وان انت قيمة، وان انت فيكي حاجات فعلا تتحب. رابع حاجة عايزاكي تركزي على تطورك انت، بدل كل شويه تقعدي تبصي على غيرك عملوا ايه. بصي انت عملتي ايه، شوفي انت كنتي فين دلوقتي، انت بقيتي فين، كنت فين من سنة والنهارده فين، سواء كان بقى في شغلك، في علاقاتك بالناس اللي حواليكي، في الناس اللي وسط الناس كده اللي انت بتحبيهم. عايزاكي كده تبداي تشوفي وتقارني، طلعتي من ايه وتعلمتي ايه وكبرتي في ايه. وكل تطور بسيط هو بيتحسب، بس انت ركزي بس على الحاجات اللي انت بتعمليها، ما تقعديش تركزي غيرك بيعملوا ايه. والله لو عملتي ربع المجهود اللي انت بتعمليه في تركيزك مع اللي حواليكي وعملتيه لنفسك، هتحسي بكميه انجاز مش طبيعي. انت نفسك هتلاقي نفسك بتنجزي. خلاص انا كل تركيزي على روحي، ماليش دعوه اللي حواليا بيعملوا ايه، المهم انا عايزه اعمل ايه. خامس حاجه وعايزاكي تكوني فاهمه كويس قوي، التصالح مع النفس ده مش بيجي كده من يوم وليله. تصالحك مع نفسك ده رحله، كل مره بتقفي فيها قصاد المرايه وتبتسمي، تبداي ان انت تحسسي نفسك ان انت تستحقي. كل مره تبداي تقولي لنفسك انا مش محتاجه ان انا اكون زي حد. كل مره بتختاري ان انت فعلا تمشي فيها بطريقتك، انت كده بتكسبي فيها المعركه بتاعتك. فلو الفيديو ده خلاكي ان انت تحسي ان انت ازاي تقدري تشتغلي على نفسك اكتر، وتفكي بقى شبكه المقارنات اللي انت عماله تقارني نفسك بيها بغيرك كل شويه، وتبصي تشوفي دي عملت ايه وده عمل ايه وده سوى ايه، شبكه المقارنات المربكه ديت اللي مخليكي ان انت حاسه دايما بقلق جامد جدا. في كورس ارفع من ثقتك بنفسك وتوكيدك لذاتك واستحقاقك، من الحاجات اللي هتساعدك كتير جدا ان انت تبطلي تقارني نفسك بغيرك كل شويه. هتتعلمي ان انت ازاي تحبي نفسك من غير شروط، تتعلمي فيه ان انت ازاي تقولي انا كفايه، وهتتعلمي ان انت ازاي تبطلي تقارني نفسك بغيرك كل شويه، وتبني نسخه جديده منك تحبيها وتحترميها وتفتخري بيها. هتلاقي كل التفاصيل الخاصه بالكورس موجوده في الديسكربشن تحت، وهتلاقي كمان رقم الواتساب. ادخلي على اللينك الخاص بالكورس او بعتلنا على رقم الواتساب، وهنقول لك على كل حاجه تخص الكورس. ولانك مش نسخه من اي حد، انت الاصل.